طبعا من حقكم عليا تعرفوا انا اتاخرت عليكم ليه في الفيديوهات التعليميه من اول العيد الصغير لحد العيد الكبير. لو مهتمين تعرفوا ايه اللي حصل واتاخرت ليه بقالي شهرين، تعالوا بينا نبدا الفيديو. في البداية أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ويا رب السنة الجاية إن شاء الله يرزقنا جميعا ويرزق كل مشتاق إن احنا نبقى موجودين على جبل عرفات. مبدئيا احب اقول لكم انا ليه دايما بحط رقم التليفون على الفيديوهات علشان الناس ما تتوهش مني، لو محتاجين اي حاجه يعرفوا يوصلوا بكل سهوله. الرقم ده يخص الشغل، يعني سواء انا او اي حد من الادمن بيرد عليه اي طلب ليكوا هيبقى مجاب. فانا الحمد لله بفضل الله ما كانش في اي تقصير في خلال الشهرين دول في اي طلبات، اي اوردرات، اي حد محتاج اي شرح على التليفون سريعا كنت بشرحه، او اي حد محتاج حصه برايفت كان بيجي سريعا ياخد الحصه بتاعته ويخلص مصلحته، وان شاء الله كده لو حاجه واقفه قدامه في مشروعه كان بياخدها. لكن فعلا انا كنت مقصره بالنسبه للفيديوهات اللي بتنزل على القناه، وده غصب عني. انا ان شاء الله خلصت عيد الاضحى العيد الفطر من هنا، وقلت ان انا هبدا جمله، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك جالي شغل جمله كتير لمستشفيات كبرى وشركات كبيره وحاجات تخص الملايات والجلد وحاجات زي كده، فانا اتشغلت بيها بجانب شغل الجاكور. طيب هنا الاول هقول لكم معانا مدام غاده بتعلمنا ازاي ان احنا نعمل الخداديه المتصله بطريقه سهله جدا، اظن ان انتوا شفتوها. بالنسبه للجلد جات لي افكار كتيره حلوه قوي 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 بخصوص الجلد، هقدمها لكم الفتره اللي جايه، وفيها مشروعات صغيره تبدا بيها اي ست بيت حتى لو عندها مكنه سنجر سودا. بمناسبه المكنه السنجر السودا ليها مشروعات كتير يا بنات. احب اقول لكم مش ضروري ان انت تبداي بمكنه كبيره في ظل الظروف اللي احنا فيها والحياه الصعبه. ابداي باي حاجه وربنا هيبارك لك في شغلك. اهم حاجه الاخلاص والنيه السليمه في العمل. طبعا احنا هنا زي ما احنا شايفين، احنا ده نظام كوفرتات بيكا قطن 100%. هنشوف دلوقتي ان هي منتجات العمرية، طبعا اعلى نسبة قطن موجودة في مصر. تمام. إيه ان شاء الله الفترة اللي جاية طبعا في فيديوهات عن الجاكور. الناس كتير كلمتني في موضوع الشازلونج، عايزين يعرفوا ايه هو الشازلونج بيتعمل ازاي. غالبا هعمل لكم فيديوهات نظري على ورق وعلى قماش وعلى السبورة زي ما انتوا طلبتوا. بالنسبة للجلد هنا دي خدديات بقلاب لمستشفيات كبيرة في مصر، والكوفرتات القطن دي ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض يا رب ويشفي الجميع. تمام. حبيت اصور لكم كل حاجة لحظة بلحظة عشان تبقوا معايا. هنا اهو انا بوري للبنات القماش الكوفرتا من العمرية، علشان اللي حابب ان شاء الله. طبعا احنا في التكييف وفي الصيف بنبقى عايزين حاجه نسبتها قطن القطن بتاعتها عاليه. تمام. عايزه اشرح لكم المقاسات بالتفصيل والعرض بتاع القماش قد ايه وحاجات كتير جدا، والفينيشات ازاي تكون راقيه ونظيفه وترضي العميل. فانتوا وحشيني جدا وعندي ليكوا كلام كتير جدا جدا جدا، بس كان عندي ضغط واتمنى ان انتوا تعذروني، والفتره الجايه كده تدعموني ان انا انزل فيديوهات تاني تعليميه، عشان غالبا الفتره اللي جايه هيبقى في طبعا عندي ثانويه عامه وعندي رابعه ابتدائي، دي انا بسميها رابعه ثانوي. فعايزاكم تدعوا لي كده ان انا افضل مستمره، لان انتوا بتوحشوني وبيبقى عندي حاجات كتيره جدا بتمنى ان انا اقدمها لكم تبقى في ميزان حسناتي. طبعا هنا كنا بنفرد التياب بتاعه الكوفيرتا، وعايزه اقول لكم ان قصها بجد لما تكون كميه كبيره قصها صعب جدا. ربنا كده يدينا جميعا الصحه ويعيننا على نقبه عيشنا. تمام. هنا انا بشكر كل البنات اللي ساعدوني. عايزه اقول لكم ان برضو في بنات كتير جدا على جروبات الواتس انا طلبت ان هم يشتغلوا معايا وما تاخروش بصراحه، ربنا يبارك لهم من بيوتهم. وربنا كده يرزقني ويرزقكم جميعا ويفتح علينا كده جميعا في الايام المفترجه دي. المهم ان الواحد يا بنات ينوي النيه خير، نيه لله، وان الواحد يتمنى لغيره الخير زي ما هو ان شاء الله ربنا يوسع عليه. طيب احنا هنا كده كنا بنقص البيكا، لان طبعا انا قصيت كتير جدا فبصراحه تعبت معاهم في القص، فقلت لهم انتوا كملوا بقى.
طبعا عايزه اقول لكم الفينيشات والتشطيبات على اعلى مستوى، عشان كده بركه خيط يعني مميزه. انا عايزه اقول لكم ان احنا هنا كنا بنكوي حاجه عاملاها بميه الورد كمان، حاطه في البخاخه ميه ورد عشان اللي يفتح الملايه او الخداديه يشم كده ريحه حلوه كده، ولازم كده يبقى في لقطه كده مميزه. حتى جنة ساعدتني يعني يا بنات ادعوا لها. هنا كنا بنعمل الاوفر للكوفرتات، وكنت بشرح للبنت اللي واقفه ازاي هي تشتغل، وفي كده تريكات معينه تعملها، لاني من كتر تقل الكوفرتا الابره اتكسرت كذا مره، اللهم بارك، يعني تقيله جدا جدا. فيعني عايزه اقول لكم غلبتنا شويه، بس الحمد لله عدت على خير واستلمنا، وفي استرايب اهوت سلمنا الشغل ونال يعني اعجاب الجميع. هنا طبعا مرحله التسليم انا يعني مصوره كل حاجه كده منها لقطه لقطه لقطه. عايزه اقول لكم الفيديو دوت نتاج شهرين كاملين، وما شاء الله بعد ما خلصنا الطلبيه دي كان في طلبيه تانية وتالتة ورابعه الحمد لله. فده اللي اخرني عليكم، لكن انا طبعا ما ياخرنيش عليكم غير الشديد القوي. الفتره اللي جايه هنشرح الشازلونج زي ما انا قلت لكم، وهنشرح الكنبه السرير، برغم ان انا قايله لكم ان الكنبه السرير زي الكنبه العاديه، بس هعملها لكم عملي للبنات المبتدئه اللي مش واصل لها المعلومه كويس. تمام. ولو عايزين اي شرح في اي قطعه معينه يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات على الفيديو دوت، او تبعتوا لي رساله على الواتس عادي. ان شاء الله انا بشوف الرسائل كلها ومجمعه الرسائل كلها، وهشرحها لكم واحده واحده كده اهو بالراحه خالص. نظري الاول زي ما قلت لكم على الورق او على قماش يكون يعني زي باترون كده، وبعد كده هنشرح على قماش الجاكار ان شاء الله. في ايدي اوردر كده ان شاء الله بعد العيد بيومين هيتعمل، في كرسي لويس وفي كرسي لوكنز وفي كرسي فوتيه، دولت هعمله لكم عمل ان شاء الله. ادعوا لي بس كده بالتوفيق، وربنا يوفقنا جميعا، وانا كمان بدعي لكم بالتوفيق. بحبكم في الله، ونشوف كده احنا وصلنا لحد فين في الفيديو. هنا كانت غدا بتقفل بقى الشغل خالص، وبتسلمه للمورد اللي بيورد الشغل للمستشفى. تمام. بشكرها طبعا، وبشكر كل البنات اللي ساعدوني، بشكر كل البنات اللي كانت على الواتس وقالت لي احنا معاكي في اي وقت عايزه اي شغل. ربنا كده يوسع علينا واحنا ندي شغل للناس كلها. مفيش حد يا جماعه بياكل لقمه لوحده، مفيش حد يعني هيقدر على كم شغل يكون كتير لوحده. لازم كلنا نشارك بعض وكلنا نتراضى. تمام. هنا برضو كان في نقص في كام ملاية كده اهوت واحنا بنعد، فروحنا عملناهم وبرضو كويناهم وما كروتناش يعني الحمد لله. تمام. الراجل هو ربنا يعينه برضو لقينا مضغوطين فبيكوا معانا. عايزاكم تدعوا لي الفتره اللي جايه، انا زي ما قلت لكم الفتره اللي جايه هبقى مضغوطه جدا جدا. ربنا يا رب كده يرضينا جميعا. اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى ان القاكم في فيديو جديد.